عايز تبني عضل بس مش عايز تروح الجيم، مش ده اللي بيديك متعة، بتزهق منه كتير. مش عشان انت عل، يعني هو عشان انت ما بتحبش الجيم، بالنسبة لك مش هو اللي بيديك متعة. المشكلة في ايه؟ ان دايما 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 لما تقول لحد الجيم ما بيفكرش غير في ان انت تشيل اوزان وتعمل كذا وتلعب بماشينز وتلعب بطريقة بودي بيلدينج، لكن هم مش ملاحظين ان في حاجات كتيرة جدا 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 ممكن تتعمل غير الجيم. عندك كروسفيت، عندك كاليستينكس، عندك هايبريد تريننج، عندك اثليتس، ممكن حرفيا تعمل حاجات كتير قوي. وانا هكلمك على الكاليستينكس. لو انت متعرفش ايه الكاليستينكس ولسه جديد على الشانل والموضوع ده، الكاليستينكس ده هو عبارة عن ان انت حرفيا انت بتحتاج ارض، بار بتاعت العقلة او البول ابس، تقريبا، بس يعني او محتاج اي حاجة تعمل عليها دبس. هشرح لك كل حاجة في الفيديو ده. كاليستينكس ده بيستخدم وزن جسمك في تقريبا كل حاجة، وعشان الشخص الطبيعي ما بيعرفش اصلا يشيل وزن جسمه كله، فده بيبقى تمرين قوي جدا بالنسبة له. وبعدين بعد ما انت تقدر تعلي على وزن جسمك، هتقولي هزود الوزن ازاي؟ زي ما انا مثلا بزود طارة في البودي بيلدينج، ولا بزود بليت ولا حاجة وانا بلعب بودي بيلدينج مثلا. هتقول لك تزود وزن على جسمك، مثلا انت بتلعب عقلة تروح لابس البيلت وحاطط وزن تحت. المهم، ففي طرق كتيرة جدا انت ممكن تبني بيها عضل غير الجيم. انا عامة قعدت تقريبا 4 سنين، والفرق اللي حصل في جسمي ما كانش كبير خالص. يعني انا هحط لك صورة دلوقتي، انا من 4 سنين تقريبا كان عندي 12 سنة ولا حاجة. او احط لك صورة هنا، ماشي، وبعدين احط لك صورة بعد ال4 سنين دول، ايه كان الفرق اللي انت هتشوفه؟ ماشي. ده اللي انا ده بعد 4 سنين من الجيم. بس انا من كتر ما انا كنت بتعولق، عشان انا ما كنتش بحب الجيم بربع جنيه. حرفيا كنت بروح بس عشان في كوتش بيقول لي تعالى. لما الكوتش كان الممبر شيب معاه بتخلص، كنت بقول خلاص يا اسطى انا مش رايح، انا مكسل. فاهم؟ فكانت فيها علوية كبيرة جدا بقى. المهم انا قررت بقى ان انا لا يا اسطى، لازم استرجل في الموضوع ده كله، وقلت لا، انا هبدا كاليستنكس، هجرب حاجه تانية وشكلها ممتعه، وكنت بشوفها على انستجرام كتير وعلى تيك توك وعلى يوتيوب وكل ده. كان الناس دايما بيعرفوا يعملوا هاند ستاند ويعملوا بوش اب وهم على هاند ستاند، وبعدين يعملوا وان ارم هاند ستاند، وبعدين واحد تلاقيه طلع على البار وفضل يتشقلب حواليها بشكله جامد فشخ. المهم يعني كنت ببص عليه وبقول يا اسطى انا عايز اجرب الحاجات اللي هو بيعملها دي. فقلت يلا يا اسطى اجرب كاليستنكس، وبدات كاليستنكس. وساعتها افتكر الفيزيك ده هو اللي انا كنت بيه لما اول ما انا يعني وقفت 4 سنين بودي بيلدينج وبدات كاليستنكس. انا بدات كده كاليستنكس. هوريك بقى بعد 8 شهور بس الفرق كان عامل ازاي. هحط لك صوره هنا بقى المره دي. يعني ده بدايه كاليستنكس، وده بعد 8 شهور. معرفش احطها لك فين، بس تقريبا هتبان هنا يعني. المهم، فبعد 8 شهور انت شايف الفرق الكبير جدا. بالذات ان ايه، ان يعني هقول لك الصراحه، بودي بيلدينج بيبني عضلات اكتر. الصراحه اللي بيديك سترينث اكتر مش هعرف اقول لك. انا الصراحه يعني مش سبيسيفيك قوي كده في الموضوع ده، بس من اللي انا فاهمه، بودي بيلدينج بيخليك تعرف تختار الشكل اللي انت عايزه. يعني انت لو لاحظت في بودي بيلدينج عامه، في ناس اللي هم بيبقوا ضخمه قوي بقى ده، وبيبقى بودي بيلدر باين من التيشيرت، بس الصراحه شكله ما بيبقاش اتراكتيف. وبعدين في واحد تاني بيبقى شكله رفيع جدا، ولما يقلع التيشيرت بيبقى شكله حلو، ده بيبقى اثليت. انت برضو ممكن تمرنه في الجيم. بعدين في شخص تاني خالص بيبقى اللي هو ما بين الاتنين، شكله حلو وهو لابس تيشيرت، وفي نفس الوقت انت شايف ان هو معضل. ده الاستاتيك. في بودي بيلدينج بقى او في الجيم عامه، في الويت ليفتنج وكده، انت ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه. المشكله في كاليستينكس ان هو مش هيخليك تختار، هو هيديك شكل واحد بس، وهو الشكل الاستاتيك اللي في النص. الفكره بقى ان انت ايه، انت لو داخل الجيم اصلا في البدايه، انت تقريبا اللي انت حاطه في دماغك ان انت عايز تبقى الاستاتيك فيزيك اللي في النص. الفيزيك ده بيبقى حلو وانت لابس تيشيرت، بيبان عليك ان انت معضل. وبيبقى حلو وانت قالع التيشيرت عشان بيبان العضل لسه موجود، ما بيبانش ان هو مثلا. يعني انا ما بحبش الفيزيك بتاع البودي بيلدر الكبير قوي ده، بحسوش اصلا شكله حلو، بحسه مأفر وستيرويدز بقى وحاجات معفنه كده. انا ما بحبوش كده. فانا بالنسبه لي كاليستنكس بيديني الفيزيك اللي انا محتاجه من الاول خالص، وفي نفس الوقت بيديني سترينث وسكيلز رهيبه. بمعنى ايه؟ انا في الاول ما كنتش عارف اعمل 3 عقله. والله العظيم كنت بروح، مع اني كنت قعدت 4 سنين جيم، ها، كنت بروح للبار بتاعت الكاليستنكس وكنت بعمل 2 عقله، وعلى تالت واحده بوصل للنص واقع. ده كان اخري. دلوقتي انا بجيب تقريبا 16 عدة عقلة، وبدأت اعمل ماسل اب، وبتعلم الهاند ستاند، وبتعلم الفرونت ليفر. الماسل اب دي هحط لك فيديو ليها بس عشان تفهم قصدي، اللي هي الحركة اللي بتعرف تطلع فوق البار كده، يعني هحط لك الفيديو هتلاقي 8 ثواني ولا حاجة. المهم، فالكاليستينكس كان
طريقة ان انا اهرب من البودي بيلدينج وفي نفس الوقت اعرف الاقي حاجة تانية ممتعة وبرضه بتبني عضل وفي نفس الوقت بتديني الشكل اللي انا عايزه، بتعمل كل حاجة، فاهم؟ يعني كان حل كده ملخص في نوع تمارين تاني وخلاص. وانا شايف عشان كاليستنكس ده مش اكسبوزد في مصر ولا في بلاد العرب عامة، يعني اكسبوزد بره اكتر في امريكا والكلام ده. فحتى ممكن انت تكون مش عارف التمرين اللي بكلمك عليه. المهم يعني كاليستنكس ده كله هيبقى عبارة عن ايه؟ ان انت بتمرن بوزن جسمك. بمعنى انت ممكن تمرنه في الجيم، ممكن تمرنه في البيت لو انت عندك عقلة. المهم ان انت يكون عندك عقلة، دي تقريبا اهم حاجة عشان مش هتعرف تمرن ظهرك من غيرها. فهيكون عندك العقلة دي تمرن ظهرك حرفيا، بول ابس، تشين ابس، تعرف تمرن البايسبس. في حاجات كتير قوي تقدر تعملها بالعقلة. وبعدين كل حاجة تانية تقريبا على الارض وعلى حيطة. عايز تسند على حيطة عشان تعمل اي تمرينة معينة، يعني حيطه، فاهم؟ انت عايز ايه؟ عايز تعمل على الارض، عايز تعمل بوش ابس، عايز تمرن شيست في بوش ابس، عايز تمرن بطنك في اي تمرين على الارض حرفيا. المشكله في كاليستنكس بقى ان في عضلات معينه بتتشال. يعني في عضلات معينه مش هتعرف تمرنها غصب عنك. الكاليستنكس ما فيهوش العضله اللي تمرنها اصلا. ايه هم العضلات دي؟ في حاجه عضله اسمها السايد دلتس، العضله اللي هنا دي اللي على الجنب، اللي بيخلي يعني بتشوف ناس بيمرنوها بتخلي كتفهم اعرض. يعني انا عندي العضله دي كبيره بيخلي كتفي يروح قدام. في عضله دي، ده بيخلي كتفك يروح للجنب، بحيث ان بيخلي جسمك كله شكله اعرض. ماشي، مهم، عضله مهمه قوي تمرنها. بس كاليستنكس مفيش اي حاجه بتمرنها غير ان انت مثلا تمسك ريزيستنس باند تفضل تمرن كده. انا بالنسبه لي ده مش كاليستنكس اصلا، فاهم؟ ففي دي انا بمرنه اصلا بدمبلز، بمرنه اكني بمرن ويت ليفتنج عادي خالص، بعمل اللاتر ريزز. فلما تيجي تمرن كاليستنكس اعرف ان العضله دي ناقصه. ولو نفسك تمرنها، العضله النك برضو بتبقى ناقصه جامد جدا، عشان بيبقى في عضلات ممكن تمرنها من الجنب هنا والجنب هنا ومن قدام ومن ورا. العضلات دي انت لازم تمرنها لو عايز جسم الاستاتيك ده برضو، وكاليستنكس ما بيمرنهاش كفايه صراحه. بس فلو انت شايف ان كاليستنكس ده بجد هو اللي بالنسبه لك هيفيدك ويفرق معاك زي ما فرق معانا، انا عامل كورس هحطه في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. ماشي، اسمه كالي كورس. كالي كورس ده انا عامل حسابي املى فيه بكورس كامل على ازاي تعمل المصل لوحدها. اقول لك الصراحه اللي انا اتعلمته، الكورس في الحالتين هيفضل يتزود كل ما انا اتعلم سكيلز زياده، فاهم؟ يعني انا مثلا اول ما اجيب هاند ستاند احطه لك في الكورس على طول، اول ما اجيب انا فرونت ليفر احطه لك في الكورس، باك ليفر كورس، فاهم؟ كل مره اجيب سكيل جديده هعرف ارميها لك في الكورس، ويبقى عندك كورس ملخص فيه كل حاجه انت محتاجها. ماشي. وانا هسميه كالي كورس واحطه، يعني هعمل مصل اب كورس كامل. مصل اب كورس كامل بحس ان انا ايه، انا اتعلمت المصل اب في تقريبا 5 شهور بس. انا بحط في دماغي انا بدات باتنين عقله، يعني كنت بعمل اتنين عقله، ما كانش اصلا عندي باور بتاعت المصل اب، وايه تلات ارباعها تكنيك. انت مش هتبقى فاهم اي حاجه انا بقولها دلوقتي. بس انا بقول لك كالي كورس ده انا هحط فيه كورس كامل مصل اب، وهحط فيه كورس تاني كامل على البيسكس اللي انت المفروض تعمله عشان تديفلوب البيسك سترينث، عشان تبدا تفكر في السكيلز اصلا. المهم، يا رب يكون عاجبك الفيديو. دايما امشي في طريق ناس كتيرة بتمشيش فيه عشان تعرف تلاقي حاجات ناس كتيرة بتلاقيهاش. اشوفك في الفيديو الجاي.